قربوا لهون لأفرجيكم قلب البريوش شلون طلع. بسم الله بسم الله. شوفوا، شايفين القلب، شايفين النفشة والبياض، شي ذهب. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة وحكاية جديدة. حبيت اليوم اشارك معكم الوصفة من المحل وانا عم بشتغل طريقة البريوش على طريقة المحلات واسباب نجاحه، وحكايتنا بعنوان الكنز على الطريق. قربوا لعندي لنشوف شو بيلزمنا مكونات بسيطة. البريوش بالمحلات بيطلع انجح بكتير من البيت، السبب هي طريقة التخمير. اليوم رح اساوي لكم اياها بطريقة مبسطة بحيث ينجح معكم بالبيت وباسهل الطرق. بلزمنا مكونات، انا رح احط شي 5 كيليات طحين العجنة، انتم فيكم تقسموها، كل شي محطوط بتقسموه على 5 بيطلع معكم عيار كيلو طحين، حبيتوا اصغر بتقسموه على 10 بيطلع معكم عيار نص كيلو طحين. انا مجهز 5 كيليات طحين بالعجانة، بدي لها كيلو وربع سكر، 50 جرام محلب، ربع كيلو زبدة، و100 جرام زيت. وبلزمنا للعجن تقريبا شي 3 كيليات مي، انا بحط كيليين حليب وكيلو مي. وبلزمنا 50 جرام خميرة مايه، هاي الظرف بيجي 100 جرام، رح اخذ نصه وفيكم تستبدلوه، بيجي بالمولات ظروفي 10 جرامات وتحطوا لكل كيلو طحين ظرف. وشوية سمسم وحبة بركة مخلوطين سوا، هدول كتار بس نحن بنشتغل فيهم على طول للزينة فقط مو اكتر. ورح نبدأ بطريقة التحضير. حيط انا هون 5 كيليات طحين، بنضيف السكر عليها مباشر، وبنضيف المحلب، وبنضيف الزبدة تكون مسيحة شوي او بدرجة حرارة الغرفة، المهم تكون طرية لدرجة انه العجانة تاخدها بقلب العجين. بنضيف الخميرة. بالنسبة للخميرة ما في داعي نحطها بمي سخنة ونجربها وما نجربها، التجريب عادة بيكون للخميرة الحية. الزيت بنعيفه بالاخير لتنعيم العجين. وهلا بنشغل العجانة وبنحط كيليين الحليب مع تقريبا نص كيلو مي، وبنبلش بنضيف شوي شوي. العجنة بشكل اجمالي بتاكل معنا تقريبا 3 كيليات حليب اقل بشوي. كونوا هاديين وانتوا عم تشتغلوا هاي العجينة، وخليكم واثقين انه رح تنجح معكم 100%. نجاحها سرها كله بطريقة التحضير، العجن بسيط والامر جدا بسيط. وبالنسبة للعجن، بما انه انتوا رح تساووا كمية صغيرة بتعجنوها على ايدكم ما عندكم اي مشكلة. طريقة العجن مذكورة في فيديوهات سابقة كتير، في فيديو العش البلبل وفيديو الشعيبيات. طريقة عجن العجين كلها طريقة واحدة. اول ما بتلجم معكم العجينة لازم تكون قاسية شوي، هاي العجينة فيها سكر تعطيكم تدبيقة وبترتخي معكم فجأة، فلهذا السبب بتعيفوها قاسية شوي. يعني 5 كيليات طحين مستحيل يروح لها أكثر من 3 كيليات مي، أقل ممكن، أكثر مستحيل. اللي يعجن على إيده بتاكل معه عجن تقريبا بعد ما تلجم وتصير بهالشي لحتى تنعم، بتاكل معه 10 دقائق دعك يدوي. وإذا حب دعك مثلا 3-4 دقيقتين ريح له شوي رجع دعك، ما في أي مشكلة. بس صارت بهالشكل هاد كل شوي ببل ايده بلة مي وبيدعك. نحن هون بنضخ مي هيك بخة صغيرة ونعيف العجانة هي تدعك. وهلا هيك بنبلش من كت زيت على 3 مراحل، كمية الزيت بنكتها، كل ما بنكت زيت بنتمم ندعكها لينشف، بنكت المرحلة الثانية 3 مرات ورا بعض، بعدها بكون العجين جاهز معنا. كل ما ندعك العجين احسن، كل ما ندعك العجين احسن. يعني 10 دقائق يدويا كويس، بس سوينا 12 او 15 دقيقة ممتاز. وهلا هيك سحبنا العجين من العجانة بهالشكل هاد. شوفوا طراوة العجين، شايفين شلون؟ لازم ما يكون رخو. هلا بكتير محلات بيطلعوا العجين رخو، طريقة شغل المحل بتختلف عن شغل البيت. انا هلا عم بسوي لكم طريقة تنجح معكم في البيت. اول شي العجين ما بصير نعيفه اكثر من 2-3 حتى يرتاح ومنباشر شغل فيه مباشر. منكونه شلون القطعة بدنا اياها، بناخذ الطريقة القطعة اللي بدنا اياها مباشر. دهنة شوية زيت تحته شوية زيت فوقه، وبتقطعوا العجينة كلها. طريقة التقطيع اللي بتختاروها واللي بتريحكم. القطعة لازم تكون بحدود ال 80 جرام، 80 85، اكبر شوي اصغر شوي ما بيأثر حسب الرغبة. انا بحب يفضل اقطع بالسكينة بهالشكل هاد. فيكم تفتوها بايدكم فت، ما في عندكم اي مشكلة. تدهنوا شوية زيت على البلاطة لا تكتروا، وبتحطوا العجين بهالشكل هاد.
بسم الله. دققوا بطريقة الشغل مشان ينجح معكم. وحكايتنا بتقول كان يا مكان في قديم الزمان كان في رجل حكيم راح لعنده بيوم من الأيام ابن ابنه وقال له يا جدي بكل حكاية وبكل قصة في بآخرها كنز، بيروح حدا وبياخد هذا الكنز، ليش بزماننا هذا ما في كنز؟ صفن الجد وجاوب الولد بحكمة، قال له يا ابني في كل زمان في كنز، بس بزماننا هذا الكنز مختلف بعض الشيء، بس إذا حابب تكون البطل اللي بيصل للكنز أنا رح أدلك على مكان تروح لهنيك تجيب الكنز وترجع. والله ما كذب خبر، قال له يا جدي أنا بدي الكنز، دلني على المكان لأروح أجيبه. قال له لازم يكون معك أصدقاء كويسين، جيب أصدقاء كويسين عرفني عليهم. طبعا الجد مشان يختار الأصدقاء بحكمة، جيب أصدقائك عرفني عليهم لحتى أدلكم على الكنز تروحوا تجيبوه وترجعوا. راح اختار بعض الأصدقاء وجابهم وجا عند جده عرفوا عليهم، قال له تمام الأشخاص اللي اخترتهم لا تاخذهم كلهم، خذ فلان وفلان وفلان وخذ معك أخوك وخذ معك ابن عمك واطلعوا على فلان مكان بفلان قرية على راس الجبل، في هنيك كنز، في صندوق، تدخلوا على قلب الكهف بتلاقوا صندوق تفتحوه بتجيبوا الكنز من قلبه وبتجوا. أخذ الأشخاص اللي اختارهم وطلعوا على الطريق، والطريق طويل، ومثل ما بتعرفوا انتم الغابات فيها حيوانات مفترسة، فيها قطاعين طرق، فيها أشكال ألوان، ولكن هن طالعين مع بعض أشخاص بيحبوا بعض وبيفدوا بعض برواحهم. طلعوا على هالطريق وبأول ما وصلوا على الغابة ودخلوا في قلبه هاجمتهم مجموعة ضباع، ولأنه بيحبوا بعض حموا ظهورة بعض، وكل شخص فيهم صار يدافع عن الثاني ويصد الهجمات عنه، وهيك بكثرتهم وشجاعتهم قدروا يتغلبوا على الضباع، ودخلوا أكثر بقلب الغابة على طريقهم، وإذ انقطعوا من المي، بقت معهم كمية مي جدا بسيطة. صار كل واحد فيهم يقول أنا ماني عطشان ويدفشى للتاني حتى يشرب، وهيك ما حدا منهم شرب وهن مكملين طريقهم لوقت ما وصلوا على مكان وضاق فيهم العطش. شخص من بيناتهم عطش وتعب يعني عن جد، مو انه مجاملة، شرب المي. لو كان فيهم واحد اناني او لئيم وشرب المي من الاول هو ما كان عطشان بس خاف على حياته، كان اللي مرض وتعب وعطش عن جد ما لقى مي يشرب، فبذلك كان فقد حياته. بس لانه صادقين واوفياء لبعض تمت المي وانشربت بالوقت الصح، وكملوا طريقهم لوقت ما لاقوا نهر وشربوا كلياتهم. وبعد بشوي وصلوا على مكان خطر راح يعدوا فيه على حرف وادي. اختاروا يعني فكروا انه شلون نعدي، كل واحد انه بيعدي لحاله. بعدين الاخ والابن العم قالوا لا بنمسك ايدين بعضنا وبنعدي كلياتنا سوا، يا بنمشي كلياتنا يا بنقع كلياتنا، اذا وقعنا بنسند بعض واذا كملنا بننجح مع بعضنا. بهالطريقه هي بنقطع. واتفقوا الشباب وعدوا كلهم مع بعضهم، وبعد ما يعدوا دخلوا على الكهف، حفروا محل ما بعتهم الجد الحكيم، وإذ بيلاقوا صندوق، بقلب هالصندوق بيلاقوا ورقة صغيرة مكتوب فيها الكنز على الطريق. ما فهموا ايش معناتها، حملوا حالهم ورجعوا لعند الجد، طلبوا من هالجد الحكيم يشرح لهم وين الكنز، يعني هن انطلقوا الطريق ليجيبوا كنز ما لقوا كنز، ولكن الجد بحكمته حب يفهمهم انه الكنز الحقيقي على الطريق. قال لهم لو ما كنتوا صادقين مع بعضكم وبتحبوا بعضكم، ولو ما كنتوا كنز حقيقي ما كان وصلتوا لأهدافكم. قال لهم بهالزمان هاد الكنز الحقيقي هو الصديق أو الأخ الحقيقي اللي بيساندك بالطريق. اليوم نحن وكل يوم فينا
الإنسان عم يبدأ مشروع جديد أو عم يخطي خطوة جديدة بحياته، وهالإنسان محتاج لنصيحة. لازم يكون في شخص صادق بحياته ينصحه ويساعده. هذا الشخص بهالزمان هو الكنز الحقيقي. وهيك بتكون حكايتنا لليوم خلصت، والحكمة منا إذا في شخص صادق معك في الحياة نصوح إلك وبيحبك، هذا كنز دير بالك تتخلى عنه. ومشان البريوش ينجح معكم مثل ما خبرتكم، العجينة ما لازم ترتاح أكثر من دقيقتين 3. هلا أنا بعد ما قطعت العجينة دهنتها شوية زيت مشان ما تبس معنا. طريقة التكوير قربوا لعندي شوي بهالشكل هاد، قربوا. لازم نحط العجينة هيك ببطن ايدنا من هون مندورها. نحن لما عم ندورها الهدف منها تتفضى من الهواء وتصير معنا ملسة بهالشكل هاد تماما. بعدها بنعطيها لتة بسيطة وبنحطها بالصينية. الصينية لازم تكون مدهونة زيت أو سمنة ما بتفرق. الزيت لازم تكون نوعية جيدة أو سمن حيواني بيمشي الحال. ولازم يكون في فراغات بين القطعة والقطعة لأنه رح ينفشوا معنا. هلا في كتير ناس بيقولوا انه ليش ما تركت العجينة ترتاح نص ساعة أو ساعة حتى تتخمر، أو حتى ليش ما جربت الخميرة. أول شيء خميرة الظروفة ما في داعي تجربوها. الخميرة جافة ما في داعي تتجرب أبدا، هي خميرة مستحيل أصلا تكون مضروبة. التجريب بيكون للخميرة الحية لأنه أحيانا كثير بتتشرب، أما الخميرة الظروفة مستحيل تكون متشركة طالما هي ضمن تاريخ الصلاحية. ثاني شيء ما تركنا العجين يتخمر لأنه العجين بس تخمر ورجعنا اشتغلنا فيه بيعود بيعذبنا كثير وما بنجح تخميره إلا بالمخامر. نحن كمحلات حلو بيكون عندنا مخامر، لكن انتم بالبيت ما عندكم مخامر، فلذلك بتشتغلوا بالعجين مباشر. طب إذا اشتغلنا بالعجين مباشر وبركي ما نفش، مستحيل ما ينفش. هذا العجين مثله مثل عجينة البيتزا. فلنفترض هلا عجنتوا عجينة بيتزا واشتغلتوها، تتركوها نص ساعة أو ساعة وأحيانا ساعتين حسب طريقة شغلها، خميرة سريعة بطيئة لوقت ما تنفش، صح؟ طب تمام، هذا اشتغلوه، خذوا الموديل اللي بدكم اياه وتركوه هالساعتين بتلاقوه نفش لحاله، ما في داعي تتعذبوا أبدا أبدا. وهلا رح أفرجيكم شلون. وهلا بنغطي العجين حتى تتفاعل الخميره، نتركه بياكل معنا شي ساعتين تقريبا. في حال حبيتوا انتم تعجلوا الوصفه اسرع، اعجنوا تكون المي فيها شويه دفاوه. المي الدفاوه او العجين وقت بيتعرض لدفاوه بتتفاعل الخميره الفوريه معنا اسرع، بناخذ النتيجه اسرع. فلذلك يا اما اعجنوا بمي دافيه او بعد ما تخلصوا العجين حطوه بمكان دافي. يعني هلا الدنيا شتاء اكيد الصوبات شغالات، طبعا مو فوق الصوبه، بالغرفه اللي شغاله فيها الصوبه او جنبها قريب منها، ولمده ساعه ساعه ونص حسب الجو. يعني انا ما فيني احدد لكم وقت، ولكن ببين عليها. اول شيء بتنتفخ اكثر من هيك، يعني تنتفخ شيء بسيط. ثاني شيء بتلمسوها فيها طراوه، يعني هلا شايفين هالقساوه الموجوده بتحسوا حالكم العجينه صارت طريه كثير. وهيك بعد ساعتين تقريبا من التخمير برجع بدقق عليكم بالبريوش. اهم نقطه نقطه التخمير، والتخمير ما له وقت محدد. يعني اذا كانت الخميره محطوطه ومعجون العجين بمي دافيه ممكن بساعه ساعه وربع. اذا انعجن العجين بمي دافيه ونحط بمحل دافي ممكن 3/4 ساعه يختمر معنا. بس شفناه اختمر لازم ندخله على الفرن. شوفوا شلون ننعل العجين مختمر، لاحظوا معي شلون بتحسوه مثل النفاخه المنفوخه معبايه مي، فيه طراوه، عرفتوا شلون؟ وبتلاقوا انتفخ. يعني هلا نحن لما خلصنا تكويره ما كان عجين ملزق في بعضه، هلا وصلان لبعضه. بهالمرحله هاي بتشغلوا الفرن وبتحطوا براد مي على النار، يعني براد شاي عبوه مي حطوه على النار، بس غلى وصار يبقبق وحمي الفرن يعني لدرجه حراره 50 60. بتطفوا الفرن وبتحطوا بالارضيه صينيه، بتفضوا بقلب المي وبتحطوا فوقها صينيه اللي جهزتوها بدون غطاء او بدون شي طاول،
بتعايروا 10 دقائق بالضبط، بتسحبوا صينية المي وبتشغلوا الفرن على درجة حرارة 170، بتطول تقريبا 20 دقيقة ليجهز، وهو المعروق وهو البريوش بقلب الفرن، ما بتطالعوه بتدخلوه مشان ما يهبط معكم. أنا هون ما راح أعمل هالعملية لأنه فرني فيه مي، ببخ مي لحاله، ببخ بخار، فلذلك بحطه أنا هلا وببخ مي مباشر. لاحظتوا شلون البخار؟ هلا انا الفرن عندي ضغط بخار، هلا بعيفه لمدة 10 دقائق وبعدها بشغل عليه يعلى درجة الحرارة تدريجيا وهو بقلبه. بسم الله. قربوا لعندي وهيك بهاللون هاد لازم ينسحب البريوش. وهلا شوية قطر يكون سميك بتدهنوا وجهه مشان اللمعة. في البيت مو ضروري، إذا ما هو متوفر القطر ما في مشكلة، نحن بالمحلات بنحط شوية قطر مشان اللمعة. قربونا هون لأفرجيكم قلب البريوش شلون طلع. بسم الله بسم الله. شوفوا، شايفين هالقلب، شايفين النفشة والبياض، شي ذهب. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تدعمونا القناة وتحطوا لنا لايكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.